ده اللي يلاقيه يجيب منه كرتونه كبيره كده. 5 مرطبات للوش باقل من 50 جنيه للطبقه القطعه اللي زي حالاتي. هلوز. نبدا باول نوع وهو ريتشي بانثينول، حجمها 50 جرام، الى حد ما صغنونه بس شغال حلو. ده الكريم اهو، قوامه خفيف جدا، وبصي البشرة اتشربته بسرعة، مدي ملمس حلو جدا، طري جدا، يعني نعمل كده خشن، نعمل كده ناعم، لا عجبني حلو. المكونات: دلتا بانثينول، فيتامين سي، نيكوتيناميد، خلاصة الرصوص يعني هيفتح، زيت الكاكاو، زيت بذور عنب، كولاجين عشان تقدم العمر، الاستين، عسل، زنك اوكسايد، خلاصة التوت، جلوكاتاسيون. الصلاحية بتاعته 12 شهر، تاريخ انتاجه معانا شهر 5/24، وهيقعد معانا لحد 27. انت لسه قايل 12 شهر يا عم، هنبتديها خم من اولها. من تاريخ فتح العبوة، يعني انت مجرد ما تعملي كده تقعد معاكي هي سنة واحدة. بكام؟ نسيت اقول، ده ب35 جنيه، وده ارخص واحد فيهم. واعتقد برضه هيكون ممتاز لو انت بتعملي ليزر، هيبقى احلى مرطب ممكن تحطيه بعد الالتهاب اللي هيحصل له. نخش على النوع اللي بعده، هو ماكرو بانثينول. ده يا راجل يعني هو كاتب ان هو ممكن تستخدميه اثناء الرضاعه والحمل لو في تشققات حوالين المكان الرضاعه، فاهمه قصدي؟ عشان نعرف نوضح اكتر من كده. ولو انت هتستخدميه في الاستخدام ده لازم تغسلي المكان ده كويس قبل ما تحطي عليه الكريم، وطبعا قبل ما ترضعي تغسليه كويس، يعني مش محتاجه فقاقه. صنع في ايجيبت، لازم طبعا. وده اخر صنع في ايجيبت. صنع في ايجيبت الاثنين. المكونات بقى، فين المكونات اشطر؟ مكوناته: بانثينول، جليسرين، بارافين اويل. بارافين اويل ايه اللي جاب البتاع ده هنا؟ بس ليه انا احط بارافين اويل على وشي؟ احنا هنحط كميه صغنونه خالص. هو اولا انا حاسه ان هو كلكوعه شويه. بصي هي ايدي برضو اتشربته بسرعه جدا، مدي ترطيب بس مش زي ريتشي بانثينول، يعني انا حاسه ان الترطيب في ريتشي بانثينول اعلى بكتير من الماكرو بانثينول. ده غير ان فيه ريحه صابون، فلا، ماكرو بانثينول للاسف مش للوش. ده اخرك تستخدميه كلوشن للجسم، حتى ما ينفعش تحطيه بعد الشيفنج او كده اهو مثلا، مينفعش. نخش على النوع اللي بعده، هو اغلى شويه وهو هبتا بانثينول. صناعة برضو تقريبا صناعة مصرية، مصنع الحلو للعطور. الله، مناسب لجميع انواع البشرة ورائع جدا للبشرة الحساسة. هنشوف، انتوا مش فاتحين غير في الكتابة. نفتح ونشوف. ما شاء الله، الله ينور. ده اصلا مفهوش البتاع اللي انا بقعد اشد فيها دي. طب انا احط فين انا دلوقتي؟ شمر. انا ليه ما بحطش على وشي؟ عشان انا وشي عرقان بشكل مش طبيعي، يعني محتاجين نغسله الاول يا اختي. طيب هو عامة يعني بيبظ. اوف، ده خفيف جدا، خفيف يا لهوي. يا الله على ريحة الصابون اللي هما بيحطوها دي. هو عامة ده برضو يستخدم كلوشن اكتر، بسبب البارافين اللي هما حاطينه ده مخلي ريحته صابون، مش ينفع للوش حاجات كتير. اللي بعده رابع نوع معانا وهو الكاربامايد ب30 جنيه. هتقولي ليه يا مريم بنشغلها من الارخص للاغلى، ليه حطيتي ده في الاخر؟ هقولك، الكاربامايد من غير ما اجربه هو مش للوش، عشان فيه يوريا، انا مش هحط يوريا على وشي، بتعمل نسبة تقشير كده، فده يفضل دايما للجلد وخصوصا الرجل علشان جلد الوزة. افتح كده يا اسطى، بصي ده فيه زي فيل كده من جوه، انا مش هعرف اشيلها بايدي، فهنعمل فيها ايه؟ بظهر الغطا نعمل كده، ماشي. بصي قوامه خفيف جدا، بيدي وايت كاست شويه في الاول، ولكن البشره برضو بتمتصه بسرعه جدا. بيكون ممتاز بعد السويت او الشيفنج، لان هو اولا ملوش ريحه وما بيحرقش، وفي نفس الوقت بيمنع ان الشعر فيه تحت الجلد ويطلع لك الحبوب. ده بقى هيمنع ان جلد الوزه دي تطلع، لان هو بي عارفه اللي هو بيعمل ايه؟ بيخلي الشعر يطلع بسلاسه كده من غير اي عوائق. اخر نوعين معانا للوش، وهعتبرهم نوع واحد، اللي هما دول الاتنين. ايه ده اللي كده معلش، شانجل وسوكا، هو اسمه سوكا. البتاع ده 30 جنيه، وقلب عليه الدنيا ان انا الاقيه مش لاقياه. انا من جمال امه انا ما كنت ببلعه، انا كنت باخد كده واقعد الايض، كنت بحس قد ايه وشي نضيف ومترطب وحاجه كده، كانت قمر. اللي يلاقيه بجد يقول لي عليه، علشان انا قلبه الدنيا عليه. ده اللي يلاقيه يجيب منه كرتونه كبيره كده، يجيب منه كتير، عشان هو فعلا ممتاز، تحفه. فينك دلوقتي؟ انت كنت فين من زمان وفينك دلوقتي؟ العلبه خلصت، مش لاقيها تاني.
وشان جل، وال70 جرام منه تقريبا ب 100 جنيه حاجه كده، فهو يعتبر من ارخص البراندات كمرطب، وفي نفس الوقت برضه ترطيبه حلو. هو مش احسن حاجه بس ترطيبه جميل حلو لذيذ كيوت. في انواع تانية كتير مش موجوده، وهي كان البيبانثين، هو تقريبا قريب لريتشي بانثينول، كان ممتاز ممتاز وترطيب رائع وقوام خفيف، كان فيه كل حاجه في الدنيا، بس هو عشان مستورد فبطل ينزل طبعا زي اي حاجه تانية مستورده. الخلاصه، مؤاخذه ان انا مبلوله، انا عن نفسي هعتمد الفتره الجايه في الروتين بتاعي على ريتشي بانثينول. بس كده، باي.